سؤالي الأخير أستاذ محمد العربي، هل صحيح أن حركة رشاد دعت برنار أونغي ليفي ليكون بجنبها في المظاهرات التي تدعو إليها في 11 من جانفي المقبل في باريس؟ برنار أونغي ليفي اللي دعاه واللي كان صديقه هو الجماعة الجنرالات ومن معهم في 98 وفي 99، خاصة في 98 لما كانت ضغوطات العالم ترى المجازر تحدث في الجزائر يريد العالم أن يفهم ماذا يحدث. جابوا جلوكسمان وبرنار أونغي ليفي وأعطوهم شهادة التبرئة، برؤوهم أمام العالم وامام تلفزيونات فرنسا، وهم طبعا كما تعرف فرنسا هي الهم الاكبر. فكان برنار أونغي ليفي وجلوكسمان خذوا الهدايا وخذوا الاموال، وانا اعي ما اقول، يعني انا في الغرب واعي ما اقول، خذوا اشياء ومشوا بها الى الى فرنسا وبرئوا النظام. اما نحن لم نلتقي بهم يوما ولن نلتقي بهم ابدا. نحن نعتبر برنار أونغي ليفي من صديق للجنرالات وصديق للعصابة الحاكمة، وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يكون له أي اتصال معنا مهما كان، ونحن لا يمكن لنا أن يكون لنا اتصال مع من شرع للإجرام وساند الإجرام ولا زال يساند الإجرام. برنار أونغي ليفي صهيوني، علاقته بالعصابة الحاكمة في الجزائر وليس بالشرفاء من الجزائريين سواء كان داخل رشاد أو خارجها. أستاذ محمد العربي زيتوت، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. تحياتي لك.